السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس سمير رجب يحييكم وشركة جرين جولد. أهلا وسهلا بحضراتكم. في البداية نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية عاوزين نقول لازم تعرف إن البضاعة الكويسة لها سعر، والبضاعة الرديئة برضو لها سعر. ما تقارنيش بحد، لأن أنا في حتة تانية خالص، وديت طبعا بشهادة الجميع وكل المتعاملين مع شركة جرين جولد. النهاردة معانا عرض يعتبر عرض ببلاش. معانا عرض 10 إناث هولشتاين بيور بنات استيراد، الأوزان متوسط 250 كيلو. عندنا عجلة منهم 320 كيلو، عندنا 6 عجلات منهم أوزان 280 كيلو، عندنا عجلتين أوزان 180 190 كيلو. العرض على بعضه ال10 عجلات ب600 ألف جنيه، يعني العجلة ب60 ألف جنيه، يعتبر ببلاش، أقل من سعر السوق ب15 ألف جنيه على الأقل. تمام. الفيديوهات بتاعة العجلات أو أي منتجات هعلن عنها دلوقتي على الواتساب، وأي معلومات على الواتساب. وبعدين ما فيهاش حاجة لما تكلف نفسك، يعني مكالمة بسيطة تعرف كل المعلومات، لأن الرسائل والحاجات دي كلها بتستهلك وقت وبتضيع وقت. والجد اللي هينفذ يعني بيعمل اتصال، وبعد كده بنبعت له الفيديوهات عن طريق الواتساب. مفيش أي مشكلة، وكل المعلومات عشان ما تضيعش وقتك ووقت الناس اللي هي فعلا حقيقي جادة وعاوزة تشتري. ده رجاء من يطلبه من الجميع إن شاء الله. عندنا تاني طبعا عروض العجول البراون اللي هي حسب طلب الجميع، اعمار 38 يوم، لان العجول البراون طبعا ما حدش بيسيبها ان هي توصل لاعمار شهرين و3 شهور، عليها الطلب اكتر من اي حاجة تانية. عندنا عجلين النهاردة برضو من ضمن العرض، عجلين براون اعمار 38 يوم. العجلين ب65 ألف جنيه، العجل تمنه 32 ألف و500. عندنا عجل مونبليار النهاردة عمر 18 19 يوم، يعني بكرة إن شاء الله يتم 20 يوم. العجل وزنه 55 57 كيلو إن شاء الله. ده حاجة فلتة وحاجة ممتازة. تمن العجل 25 ألف جنيه، برضو معانا في العرض للي عاوز يقني المونبليار. وطبعا معروف السلالة بتاعت المونبليار تلقيح ما بين السيمنتال والهولشتاين. إلى جانب بقى عندنا العجول الهولشتاين الرضيعة، واللي طبعا دي أكثر طلب عليها للجميع. في بعض الحاجات الأخطاء اللي هي بيقع فيها الجميع بالنسبة للعجول الهولشتاين الرضيعة. النهاردة طبعا احنا لو بنرضع لبن طبيعي بالنسبة للعجول الرضيعة، يعني أنا بتاخد عجول من عندنا وبتاخدها عندك بقر حلاب بترضع عليه العجول. طبعا العجول الصغيرة اللي هي الرضيعة مشاكلها طبعا كتيرة، والتعامل معها يكون بخبرة وحذر، لأن طبعا أي خطأ بيضيع العجل، وطبعا دي حاجة معروفة للجميع. ولذلك لازم يكون الإنسان ملم بكل حاجة تتعلق بالعجول الرضيعة، وخاصة عملية الرضاعة والنظافة. احنا النهاردة لو قلنا ان انا واخد عجل هولشتاين عمر 15 يوم، وعندي بقرة حلاب بترضع، ما ينفعش ان انا عجل 15 يوم ارضعه من بقرة والدة بقالها 5 شهور او 6 شهور. لازم أن يكون فترة الولادة لازم أن يكون فترة الولادة متقاربة مع العجل اللي هو متاخد في نفس العمر ان شاء الله، عشان خاطر ما نعملش اي خلل بالنسبة للعجول. طيب تاني شيء، لازم ارضع طبيعي من البقرة مباشرة. ما ينفعش ان انا انقل اللبن وبعدين ابتدي ان انا ارضعه للعجول، ده برضو خطأ كبير هيترتب عليه تعب بالنسبة للعجل. طيب عملية النظافة بالنسبة لعملية الأبقار اللي هي الطبيعية إن أنا بحمل عليها العجل، لازم أول حاجة أغسل الضرع وانضفه، طبعا انشفه باي اي قماشه معقمه او فوطه معقمه، وبعدين اطلق العجل عشان يرضع. طب في رضاعه العجل ما يتعداش ال 2 كيلو، لان طبعا اي زياده في معدلات اللبن بالنسبه للعجل الرضيع بتؤثر عليه تاثير سلبي، وبتعمل له تلبكات معويه وتعمل له لكمات، وبالتالي يحصل له اسهالات، وده طبعا اللي احنا مش عاوزينه تماما. طيب احنا النهارده ظبطنا العجل وعطينا له الوجبه بتاعته اللي هي 2 كيلو،
و2 كيلو اخر النهار اللي هي وجبه العشاء. في وسط النهار يا اما اديله علف لباني او علف بادي نامي تسمين عجول رضيعه. لازم اساسي اعوده على تناول الاعلاف، عشان لما اجي افطم العجل ما يحصلش عنده انتكاسه، والعجل يفضل يومين ثلاثه اربعه قبل ما يتعود على الاكل ويخس، ونخش في قصه رجوع من تحويل اللي هو حوله، يبقى العجل فقط وزن من وزنه. واحنا مش عاوزين الكلام ده، عاوزين العجل يفضل متواصل في ازدياد على طول مستمر، ان هو ما يخسش. لازم اعوده على تناول الاعلاف، ويكون معاه العلف والميه باستمرار موجود قدامه طول النهار. طيب، ازاي بنتابع العجول الصغيره الرضيعه؟ اول حاجه لازم اتابع الحراره بتاعه العجل. اذا ارتفعت الحراره مباشره بيحصل بعد منها اسهال او بدون اسهال. لازم لما ترتفع الحراره عند درجه 39 ونص ابتدي اتعامل باحد خوافض الحراره ومضادات الالتهابات، وهي كتيره طبعا. عندنا منها اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، الفينادين، وعندنا الانالجين، وعندنا الديفلام. كل دي حاجات خوافض حرارة، مسميات موجودة في السوق. بنتعامل طبعا في الفينادين بنديله حسب وزن العجل سنتي أو سنتي ونص عضل، لو كان العجل اللي هو في الأعمار اللي هي ال15 يوم. وكل ما يزيد الوزن بنتعامل على هذا الأساس، بنزود الجرعة بتاعة العجل. بالنسبة للفنادين بديها له لمدة 3 أيام في نفس الموعد كل يوم. طيب لو حصل إسهال بتعامل بمستحضرين طبيين مضادين حيوي، اللي هو المربوسيل والمرجال. المربوسيل بيتاخد بمعدل 2 سم لمدة 3 أيام، والمرجال برضو 2 سم، لكن بيفضل مستمر لغاية ما يتوقف الإسهال تماما. وبعدين بجيب من الصيدلية البشري شراب دواء اسمه نازوكسيل، وفيلاجيل ده مطهر معه طبعا قوي، الاتنين يكونوا مع بعض. بديله نص الازازه من النازوكسيد ونص الازازه من الفلاجيل، واخر اليوم بديله نفس العمليه لمده 3 ايام. كده يبقى احنا عملنا مطهر معوي الى جانب المضاد الحيوي اللي هو بيبقى ضد الاسهالات او مجموعه فيروسات الاسهالات. وكده العجل تماما بيبتدي ينخفض عنده معدل الاسهال، ويبتدي يتيبس الخراج بتاعه. وبنراعي في الفتره ديت ان العجل ممكن يفقد سوائل كتيره من السوائل بتاعته، فبتعامل معاه بمحلول معالجة الجفاف في الأول. بجيب الكيس اللي هو 100 ملي، تمام، بعمله على 2 لتر مية. طيب أعمله إزاي واستخدمه إزاي؟ المضاد الحيوي اللي هو محلول معالجة الجفاف. ببتدي أجيب ربع الكيس، بحطه على نص لتر مية، بدوبه في مية درجة حرارة 50 سنتي، واقلبه تماما واسيبه لغايه ما ينزل لدرجه حراره 40. وبرضعه للعجل بالبزازه بتاعه الرضاعه، واسيبه في برضه في نفس اليوم اللي هي بدايات الاسهال، اسيبه ساعتين او 3 ساعات. وابتدي اديله نص لتر تاني اللي هو برضه ربع من الربع بتاع الكيس. يعني الكيس بقسمه على 4 ارباع، عشان دول ال4 ارباع بيتحطوا على 2 لتر ميه. يبقى كل ربع يعني اللي هم ال 250 جرام او ال 250 مللي من ال 100 جرام، او 25 جرام اللي هو اسف اللي هو من معدل الكيس، بحطه على نص لتر ميه على درجه الحراره 50، وادوبه لغايه ما يتجانس تماما، وانزله من على النار، وابتدي ارضحه له على درجه حراره 40 وما يقلش عن ال 37. ده طبعا عشان خاطر برضو اتلافى عمليه فقد السوائل او العناصر اللي بيفقدها العجل. طيب لو احنا بنرد على لبن صناعي، اللبن الصناعي طبعا طريقه تحضيره هنقولها تاني. ان انا عندي الشكاره بتاعه اللبن الصناعي، وخاصه المنتج اللبن الصناعي الفرنساوي عالي الجوده 22%، ملوش بديل تاني، لان جميع الالبان التانية انا لا اشرك في اي صناعه أو اي شركه ما لم تثبت عكس ذلك. بس انا بتكلم عن الحاجه المجربه اللي احنا اعتمدناها كشركه بنشتغل عليها، اللي هو اللبن الفرنساوي اللي هو 22% دسم 18% عالي الجوده. الشكارة دي 25 كيلو بتكفي العجل 75 يوم. يعني لو انت واخد من الشركة او من اي مكان تاني او من السوق عجل 15 يوم، الشكارة بتكفي العجل 75 يوم، يبقى انت كده اتميت ال90 يوم بتوع الرضاعة. تمن الشكارة 4750 جنيه. لو جينا قلنا هندي من الشكارة قد ايه، عكس البقر تماما، لان انا في حالة الابقار بديله 2 لتر، لان لبن الابقار اخف من اللبن بتاع اللي هو الصناعي بديل اللبن اللي هو مصدره مصدر حيواني برضه.
يعني اللبن الصناعي ما يكونش مصدره مصدر نباتي، يكون مصدره مصدر حيواني. بديله كيلو ونص. يبقى انا عندي كيلو البودره بيتحل على 8 لتر من الميه، بيدينا ناتج 9 كيلو. ال 9 كيلو لو قلنا ان انا اقسمهم هيكفوا لي 6 عجول في معدل لتر ونص. لتر ونص في 6 عجول بيدي لي ناتج 9 كيلو. طيب طريقه التحضير: بجيب حله سل ستيل ومضرب بيض سل ستيل، بقى اقسم الميه اللي انا ال 8 لتر اللي هو المعدل بتاع الكيلو البودر، بقسمها نصين. 4 لتر بحطهم على النار في الحله الستيل. لما يوصل لدرجه الغليان بنزل كيلو البودره وابتدي ادوب اللبن بالمضرب بتاع البيض مع الميه لغايه ما يتجانس تماما، يبقى شكل الحليب البقري اللي احنا عارفينه. بنزله من على النار وبحط عليه الأربعة لتر المية التانيين وأقلب طيب عشان ده برضه إيه يتجانس في بعضه، ويكون معايا معيار اللي هو كيلو ونص. ببتدي لو عندي جرادل برضع بالجرادل طبعا، وده أفضل شيء عشان خاطر أفضل أنجز في العملية بتاعة درجة حرارة اللبن. لأن أنا لو برضع في بزازات عمل ما بعبي وأربط وكلام من ده اللاكور بياخد معايا وقت، ولو انخفضت درجة حرارة اللبن بتؤثر طبعا سلبا على العجول وبتعمل له برضه تلبكات معوية. فبعاير بالمعيار اللي هو الكيلو ونص، بكون محضره مسبقا لكل عجل الكيلو ونص بتاعه. العجل بيرضع الكيلو ونص بتاعه تماما. بخلص بمسك كل الادوات ديت اغسلها وانضفها واحل الوقير او اي شيء.